دكتور كلمني عن الكحل في مصر القديمة. الكحل عند المصري القديم كان بيجي من حجر اسمه حجر الملكيت. حجر الملكيت ليه محاجر موجودة في الصحراء الغربية، من أشهر رؤساء بعثات الحصول على الملكيت كان جدفرع ابن الملك خوفو، موجود في الصحراء الغربية عند منطقة أبو منقار، مسجل فيها اسمه جدفرع، وإن هو كان رئيس بعثة الحصول على حجر الملكيت. حجر الملكيت أو الكحل نوعين اتنين، الكحل اللي هو لونه أخضر شوية أشبه كده بالأيلاينر يعني سين، والكحل الأسود اللي هو الأسنيد. السيدة المصرية القديمة اشتهرت على مستوى العالم بتزيين العين بالكحل، بس بتشد خط كده في الكحل من ورا بيسمى الحرقوق. والسيدة المصرية هي الوحيدة في العالم تزينت بالكحل بالحرقوق وتميزت بالحرقوق. هو ده اللي جه منها كلمة حربوقة؟ لا خالص. ماشي. الحرقوق تميزت بالمرأة المصرية القديمة دون غيرها في كل الحضارات القديمة. العين كانت ليها دور كبير جدا في الحضارة المصرية، استخدمها المصري القديم منذ الأسرة الأولى كوحدة للحساب. يعني في الأسطورة الأزورية إن حورس حين صراعه مع عمه ست، استطاع عمه ست إن هو يخلع عين حورس، عشان كده دايما نشوف حورس بعين واحدة. ولما عين حورس وقعت على الأرض اتكسرت إلى أجزاء، فطلع منها النني، النص والربع والتلت والتمن، وتاخد جزء من الحاجة. ده فكر المصري القديم في فكرة العين. لكن الكحل عند المرأة كان بيستخدم لحاجتين، منه زينة للعين ومنه نوع من أنواع علاج الرمد الصديدي، وكان بيعالج أيضا قناة الدمعية عشان المرأة ما تدمعش. وظل استخدام الكحل بنفس الطريقة طوال الحضارة المصرية وحتى وقت قريب جدا، ولا زال يستخدم حتى الآن في صعيد مصر بنفس الطريقة المصرية القديمة. وظهر في مسمى محلي باسم الششن اللي كان بيتحط في العين لعلاج الأمراض الدمعية أو الأمراض الرمد الصديدي اللي بيجي في تغيير الفصول. اوكي، شكرا.